الدوري المصري السنه دي مختلف شويه، او ممكن تقول سخن شويه. الاول بيراميدز برصيد 16 نقطه، بعد كده الاهلي 14 نقطه، بعد كده الجيش 14 نقطه، وبعد كده الرابع نادي سيراميكا كليوباترا برصيد 13 نقطه. زاد من فوق نشوف اخر ثلاثه تحت فاركو 5 نقاط، بعد كده المقاولين 4 نقاط، بعد كده البنك الاهلي يتزايل الجدول المصري او جدول الدوري المصري برصيد 3 نقاط. نتكلم فوق، نطلع فوق بيراميدز 16 نقطة، بس الأهلي ليه ماتش مؤجل، يعني بيراميدز لاعب ماتش زيادة عن الأهلي. تمام؟ الجيش وسيراميكا في التالت والرابع لاعبين ماتشات كلها. بيراميدز ليه ماتش مؤجل والأهلي ليه ماتشين، يعني بيراميدز برضه لاعب ماتش زيادة عن الأهلي وفرق بينهم نقطتين. الأهلي السنة دي الدوري هيكون صعب عليه، لأن الأهلي فقد نقط كتير في الدوري، وممكن لو فقد الأيام الجاية نقط فالدنيا هتصعب عليه، لأن الزمالك هيعود بقوة. هتقول الزمالك في الجدول، هقول لك بص ركز في الجدول هتلاقيه المركز العاشر.